الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة لمسة شيف فنان. النهاردة هنعمل مع بعضنا حاجة جديدة، حاجة غريبة، حاجة جميلة إن شاء الله. أتمنى تعجبكم إن شاء الله. تستفادوا. تمام. هنعمل النهاردة كيك لأول مرة. حاجة فريدة من نوعها، حاجة جديدة إن شاء الله بإذن الله. تمام. وهو كيكة التفاح، كيكة التفاح والموز. تمام. مع بعضنا هنشوف المقادير وهنشوف الطريقة إن شاء الله تعجبكم. هنجيب تفاح أحمر أو تفاح أصفر، تمام، زي ما حضراتكم تحبوا يعني. تفاحتين حمر بالشكل ده، وهنقطعهم كيوبس بالشكل ده اللي شفتوه. ونجيب موزة. تمام، موزة كبيرة أو موزتين اتنين صغيرين. تمام، عادي يعني. وبعد كده بنقطعها أي تقطيعة بالشكل ده. تمام، طرنشات كده. وبنحطها، ومعانا 3 بيضات كاملين. هنضيفهم بالشكل ده على بعض كده، الموز والتفاح والبيض. وهنحطهم في الخلاط عندنا. تمام، خلاط او رحاية او الكبة، ماشي، المتوفر عندنا. هنحطهم بالشكل ده، ماشي. وهنحط كوباية سكر، ماشي، وربع كوباية لبن او نص كوب لبن. تمام. وبنحط قطعتين زبدة. تمام. وبنضرب ونسيبه بقى نضرب ونسيبه لحد ما نضربه حوالي كده بتاع 5 7 دقايق، لحد ما البيض يحصل له خفق كده، يتخفق. ماشي بقى معانا بالشكل ده، بقى سائل كده بالشكل ده. ده بقى اللي هو البيض مع التفاح مع الموز. ماشي بقى بالشكل ده. هنجيب طبعا، هنفضيه، وبعد كده نبدأ نحط له بقى بقية المكونات اللي هو الدقيق. ماشي. طبعا شايفين القوام عامل ازاي. هنحط كوبايتين دقيق. تمام، كوبايتين دقيق. وبنحط البيكنج باودر، وبنضرب لحد ما الخليط يتجانس مع بعضه. ماشي. هنفضل نضربه كده بايدينا او بالمضرب. ماشي. وبعد كده حطينا البيكنج باودر، كيس بيكنج باودر، ونضربه لحد ما الخليط يبقى معانا والدقيق يتجانس مع المكونات، مع البيض والحاجات دي. تمام. بقى بالقوام ده معانا بالشكل ده. بالنسبة لموضوع السكر، لو عايزين السكر خفيف ممكن تقللوا السكر، لو عايزين السكر مظبوط بتظبطوا السكر، ده عايزينه زيادة زي ما بتحبوا. تمام. ممكن تدوقوها قبل ما تخش الفرن. تمام. لو عايزين تظبطوا السكر زي ما انتوا عايزين مفيش مشكلة يعني. تمام، انكم تزودوا السكر او تقللوه او تخففوه. دي حاجة ترجع لكم حسب انتوا هتحبوا السكر مفيش مشكلة. بنجيب بقى الفورمة بتاعتنا او الصينية بتاعتنا، وبندهنها زبدة بالشكل ده. تمام، او زيت، ماشي، زي ما تحبوا برضو. كل حاجة متاحة. تمام. بندهنها زبدة، وبعد كده بنرش رشة دقيق. ليه بقى؟ علشان الكيك ما يلزقش معانا. تمام، علشان يعزل ده، عشان يبقى عازل الدقيق والزبدة، عشان يبقى عازل. وبعد كده بننزل بالخليط بتاعنا. تمام. والمكونات بتاعتنا اللي هي بقت معانا بالشكل ده بنحطها في الفرن. ماشي. وبعد ما نحطها في الفرن بتاعتنا بن ايه آه بنسويها بالشكل ده. وبعد كده نيجي ندخلها الفرن على درجة حرارة 180. تمام، لو فرن فيه فوق وتحت، ب180 فوق و180 تحت. ماشي. وبنسيبها ساعة الا ربع، ساعة الا ربع على درجة حرارة 180. بس أهم حاجة ما نفتحش الفرن أثناء ما هي في الفرن. طول ما هي في الفرن ما نفتحش الفرن. ليه؟ لو فتحنا الفرن هتهبط مننا، ما تبقاش مفرغة من جوه. تمام، ما تبقاش مفرغه. طلعت معانا بقت بالشكل ده. اهم حاجه زي ما قلت لكم ان احنا ما نفتحش الفرن خالص عليها طول ما هي، لحد ما تعمل وش، او لحد ما تمسك، لحد ما تبدا تعمل وش، والوش بتاعها ياخد اللون الاصفر كده والذهبي. بعد كده ممكن نبقى نفتح عليها. لكن في الفاط قبل ما تعمل الوش ده ما نفتحش عليها، علشان ما تهبطش معانا وتبقى ما تبقاش مفرغه زي كده بالشكل ده. طلعت معانا بقت بالشكل ده الجميل ده. طبعا ده لون الموز ولون التفاح، هي لونها كده. ماشي. طبعا هي اتمنى ان شاء الله تعجبكم، حاجة جميلة جدا، حاجة جديدة. ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تكون حاجة جديدة. اتمنى يعني. بقت معانا بالشكل ده، وبألف هنا وشفا. اتمنى تجربوها. اتمنى تشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل جديد. اشكركم شكرا جزيلا.